السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد بموبايل جديد. النهاردة يوم 17 يناير، ولو انت بتشوف الفيديو ده النهاردة فسامسونج اعلنت بشكل رسمي عن سلسلة الاس 24 الجديدة، وانا كان ليا تجربة وكان ليا فرصة ان انا اجرب فيها الاجهزة واخد انطباع عنها. يلا بينا مع بعض نشوف ايه اللي سامسونج بتقدمه في سلسلة الاس 24 الجديدة، وايه الفرق اللي موجود بين الاس 23 والاس 24 سيريس. بس لو اول مره بتتابعني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. يلا بينا مع بعض. فيديو النهارده غير اي فيديو، لان احنا هنتكلم فيه عن نقطتين. النقطه الاولانيه المواصفات اللي سامسونج قدمتها في الاجهزه دي، والنقطه الثانيه الثوره الكبيره اللي سامسونج عاملاها اللي هي الاي اي، وايه اللي سامسونج بتقدمه جديد في السلسله دي. هنيجي بقى للتصميم وهنشوف الاس 24 والاس 24 بلس والاس 24 الترا. الانطباع الاول هتحس ان الاجهزه نفس التصميم القديم للاجهزه اللي كانت موجوده في سلسله الاس 23، لكن على الطبيعه ولما جيت جربت الاجهزه طبعا في اختلاف كبير هتبدا تحس بيه لما تمسك الاجهزه دي وتشوفها على الطبيعه زي الاس 24 والاس 24 بلس. ومن الحاجات اللي لفتت نظري في التصميم ان الحواف الاجهزه دي بقت حاده، وده حسيت ان هو اداني سلاسه في الاستخدام ومسكه الموبايل، ادتني احساس بالاجهزه البريميوم اللي انا ماسكها. هنيجي بقى للاس 24 الترا، وده اللي اختلف كليا لسببين في وجهة نظري. السبب الاولاني ان سامسونج استخدمت التيتانيوم، وده اللي بيدي لك حماية اكتر للموبايل وفي نفس الوقت بيدي لك وزن اخف. النقطة التانية وهي الشاشة اللي كل الناس واغلب الناس كانت تتمنى ان هي الشاشة تبقى مسطحة وتبقى فلات. سامسونج جايبة الموبايل ده بشاشة فلات 100%. الناس اللي كانت منتظرة جهاز من سامسونج يبقى فلات 100%، اخيرا سامسونج عملت الميزة دي. موضوع الايدج ممكن كان في ناس حابة الموضوع ده وشايفة ان هو بيدي اختلاف وبيدي تميز، لكن عمليا موضوع السكرينات اللي كان بيضايق ناس كتير، والناس اللي كانت شايلة الاس 23 والاس 22 الترا كانت بتعاني من الموضوع ده وعارفه المشكله دي كويس. لكن الموضوع الشاشه الفلات 100% هيدي استخدام احسن، وهنقدر ان احنا نحمي الشاشه بتاعه الموبايل ونركب عليها سكرينات بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت لما تيجي تستخدم الكتابه على الموبايل الكتابه هتبقى بشكل سلس وبشكل عملي في نفس الوقت. لو هنيجي نتكلم عن الاس 24 وهنيجي نقارنه بالاس 23، من الحاجات المميزة ان حجم الموبايل بقى 6.2 بدل من 6.1. والنقطة التانية البطارية اللي زادت بقت معانا 4000 ملي امبير بدل من 3900 ملي امبير. اما بالنسبة للشاشة، والنقطة دي انا شايفها نقطة قوة في الموبايل، ان الشاشة جاية 2600 نتس، والكلام ده في النسخة العادية ونسخة البلس ونسخة الالترا. اما بالنسبة للكاميرات الخلفية جاي بكاميرا 50 ميجا بكسل وكاميرا 12 ميجا بكسل وكاميرا 10 ميجا بكسل. الموبايل هيبقى متوفر بالنسخة ل 8 جيجا رام 128، وهيبقى فيه نسخة تانية منه 8 جيجا رام 256. الموبايل هيجي ببروسيسور الاكزينوس ال 2400، وهيتوفر باربع الوان، الاسود والجراي والموف والاصفر. هنيجي بقى نتكلم عن الاس 24 بلس وهنيجي نقارنه بالنسخه اللي قبل كده، هنلاقي ان حجم الموبايل زاد بقى 6.7 بدل من 6.6، وبطاريه الموبايل بقت 4900 ملي امبير بدل من 4700 ملي امبير. الموبايل جاي بثلاث كاميرات 50 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل و10 ميجا بكسل. الموبايل جاي بنسخه 12 جيجا رام 256 و12 جيجا رام 512، وهيتوفر باربع الوان، اللون الجراي واللون الاسود واللون الاصفر واللون الموف. وبالنسبه لطبقات الحمايه اللي موجوده للبلس والعادي فيكتوس 2. بالنسبه للبروسيسور جاي بنسخه الاكزينوس ال 2400، وده هيبقى مشترك ما بين نسخه البلس ونسخه العادي. تعالوا بقى ننطلق للاس 24 الترا ونتكلم عنه ونشوف ايه المميزات والاختلافات اللي فيه. اول حاجه الموبايل جاي 6.8. نيجي بقى للكاميرات. الموبايل جاي كاميرا 200 ميجا بكسل وكاميرا 50 ميجا بكسل وكاميرا 12 ميجا بكسل وكاميرا 10 ميجا بكسل. ومن الحاجات الموجوده المميزه في الثلاث اصدارات ان الثلاث اصدارات بيقدروا يصوروا 8K، وانت بتصور فيديو هتقدر تاخد جوه الفيديو 5x. اما بالنسبه للبورتريه، البورتريه بقى فيه اضافه جديده ان انت تقدر تصور لغايه 5x زوم. وفي ميزه تانية كنا مفتقدينها سامسونج بتقدمها لك، والناس اللي بتصور كتير وبتحب الفيديوهات وتنزلها على الانستجرام دلوقتي هتقدر ان انت تنزل صور HDR
بنفس الجودة على الانستجرام، والنقطة دي كانت مهمة جدا، وانا شخصيا كنت بفتقد نقطة زي دي. بالنسبة للنسخة الالترا، هي النسخة الوحيدة اللي جاية ببروسيسور سناب دراجون 8 جن 3 4 نانومتر. وبالنسبة للاداء بتاعها، طبعا البروسيسور ده بيقدم اداء مميز، لكن عشان نقدر نحكم عليه هيبقى في فيديو تاني بعد التجربة. ومن الحاجات المميزة في الجهاز ده التبريد بتاعه اللي بقى اعلى 1.9 من الاصدار اللي قبل كده. طبعا الموبايل ده جاي بخامات تيتانيوم، الخامات التيتانيوم زي ما بنقول بتدي متانة اكتر للموبايل، وسامسونج بتقول ان هي 56% افضل من الاصدار اللي بعد كده، وفي نفس الوقت بيدي لك وزن اخف. الموبايل جاي بنسخه 12 جيجا رام 256 و12 جيجا رام 512 وببطاريه 5000 ملي امبير. هنيجي بقى للنقله الكبيره والثوره اللي بتقدمها سامسونج في السلسله دي، وده اللي انا شايفه الاتجاه اللي جاي للفتره اللي جايه. وسامسونج طبعا بتقدم جالاكسي اي اي في اجهزتها وبتميز بيها. ايه بقى اللي بتقدمه بيها سامسونج؟ تعالوا بينا نشوف مع بعض الموضوع ده. بالنسبه للاي اي، سامسونج كانت فكرتها ان في مشاكل بتواجهها ناس كتير في استخدام الموبايل، على اساس ان الموبايل بقى جزء كبير من استخدام حياتك اليوميه وفي التواصل مع الناس. اول ميزه تعالوا نتكلم فيها مع بعض اللي هي سيركل سيرش ويز جوجل. الميزه دي ان انت هتقدر من خلال اي صوره انت مصورها او اي صوره من على النت، بمجرد ان انت تعمل عليها دايره سواء بايدك او سواء بالقلم، اوتوماتيك في خلال وقت قصير جدا هيظهر لك بيانات الحاجه اللي انت حابب ان انت تعرفها. النهارده وانت بتصور حد، لو عجبك مثلا اللبس بتاعه، الجاكيت بتاعه او الشوز بتاعه، ممكن تعمل عليه دايره وهيطلع لك المنتج ده بيتباع فين وسعره كام. هنيجي لنقطه تانية وهي مهمه جدا، وهي الكول اسيست. ودي نقطه انا شايف ان هي مهمه جدا وهتساعد ناس كتيره، وناس كتيره هتستفيد بيها. وهي ان انت وانت بتكلم حد في بلد تانية او بلغه تانية، كول اسيست ده مبدئيا متوفر فيه 10 لغات. انت النهارده لو بتكلم حد بلغه تانية وهتيجي تشغله، طبعا انت هتتكلم باللغه بتاعتك والطرف الثاني هيسمعه باللغه بتاعته. مثلا لو انت بتتكلم انجليزي والطرف الثاني بيكلمك فرنساوي او اسباني، انت هتتكلم بانجليزي وهو هيسمعك باللغه بتاعته، وهو لما يجي يكلمك انت هتسمعه باللغه بتاعتك. ودي حاجه جديده انا شايف ان هي ميزه كويسه، ان هي هتسهل في التواصل ما بينك وما بين الناس. هنيجي لنقطه تانية وهي الفويس ريكورد. الكلام ده هتقدر تستفيد بيه امتى وازاي؟ انت مثلا لو في ميتنج هتقدر تعمل فويس ريكورد، والفويس ريكورد هيقدر يتعرف على 10 اصوات مختلفة ويقدر يسميهم بأسماء مختلفة، والميتنج يبقى شغال، وفي آخر الميتنج هيجيب لك كل واحد من ال10 دول اتكلم وقال ايه، وممكن كمان يلخص لك الميتنج ويعمل لك النقط المهمة وملخص للميتنج واللي حصل فيه. حاجة من الحاجات التانية المميزة اللي هي الجنريتيف ويل بيبر، اللي هي هتقدر تساعدك من خلال الجالاكسي الاي اي ان انت تعمل ويل بيبر بشكل معين وتضيف فيه الحاجات اللي انت حابب تضيفها، سواء مبنى او تختار لونه او تختار تفاصيل معينة تبقى موجودة فيه، وفي الاخر بعد ما تخلص هيعرض عليك كذا شكل وتختار الشكل اللي انت عايزه والشكل اللي عاجبك وتختاره يبقى خلفية على الموبايل. هنيجي بقى لنقطة شات ترانزليشن اسيست. الميزة دي تقدر تستفيد منها ان هي بتترجم لغاية 10 لغات، ومن الحاجات القوية ان هي تقدر تستفيد بيها وانت بتكلم حد على الواتساب، بمعنى ان هو لو بيكلمك بلغة تانية مختلفة هيظهر لك اوتوماتيك الترجمة باللغة بتاعتك. هنيجي بقى لميزة الفوتو ريماستر، اللي انا شايف ان في فئة كبيرة من الناس هتقدر تستفيد بيها، لان الميزة دي بتشلك وبتعالج لك المشاكل اللي بتواجهك اثناء التصوير. لان انت اوقات كتير في ناس مننا ممكن يصور صورة حلوة لكن بزاوية مختلفة او مش مظبوطة، وفي ان انت تقدر تصور صورة واوقات بتلاقي ان الاضاءة او بتصور حد وراه اشعة الشمس او في اضاءة عالية بتلاقي ان في خط بيبقى في الصورة. المشاكل دي كلها النهاردة الاي اي في سامسونج بعالجها لك بدوسة زرار واحدة. بالنسبة للاي اي هيبقى فيه فيديو تاني شرح تفصيلي هنتكلم فيه مع بعض وهنجرب الحاجات دي تاني، وكل ميزة هنجربها باستفاضة مع بعض. لكن كانطباع اول وتجربة انا مريت بيها سريعا، حابب ان انا اقول لك ان اغلب الحاجات اللي انا ذكرتها شايف ان في نسبة كبيرة جدا من الناس هتقدر تستفيد من الموضوع ده. في مشاكل كتيرة بتواجهنا هنقدر نحلها بدوسة زرار واحدة من غير ما نحتاج ان احنا نشتري برامج، ومن غير ما نبقى محتاج ان احنا نطور الكلام ده وناخد خطوات كتير. بتمنى اكون ما طولتش عليكم. لو انت وصلت النقطة دي في الفيديو فحابب ان انا اشكرك، وان شاء الله هيبقى في فيديو تاني ونشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.